كل عام وانتوا وحبايبكم بألف خير يا رب. روايح رمضان بدأت تهل علينا في كل مكان، والزينة بقت مغرقة المحلات والشوارع. إن شاء الله ربنا يعيدوا عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين. في الوقت ده من كل سنة لازم بتبقى فيه خناقات للركب علشان الزينة بتاعت رمضان ومشتريات رمضان، وكل بيت ما بيخلاش من الخناقة اللي قبل رمضان، وده بسبب المصاريف. تعالوا أقول لكم على فكرة جربتها وبعمل فيها من السنة اللي فاتت، بجرب فيها من السنة اللي فاتت علشان اقول لكم على النتيجة والخلاصة، علشان اشتري كل اللي انا نفسي فيه من غير ما اثقل على صاحب البيت. عملت فكرة حصالة رمضان، وجبت علبة فاضية عندي وفتحتها فتحة من فوق وخليتها حصالة. أي بواقي فلوس تفضل، أي كوينات، أي حاجات تبقى موجودة في البيت ملهاش صاحب وملهاش حد أحطها فيها. أي بواقي فلوس للدروس أحطها فيها. أي فلوس تيجي تحت إيدي أحطها فيها، بغض النظر عن إنها كانت لرمضان. بس بصراحة الفكرة كانت ساندة معانا كمان حتى في الأيام العادية. شوف يا جماعة، حتى بركة رمضان معانا في الأيام العادية، لما كنا ننسى فلوس الدروس، لما كان بيحصل أي ظرف ممكن كنا ناخد منها ونرجعهم تاني فيها. وزي ما أنا متعودة دايما إن أنا بشارك معاكم كل الأفكار اللي عندي علشان نستفيد من بعض. اكتبوا لي بقى في الكومنتات مين ناوية تنفذ الفكرة دي. يلا نبدأ بسم الله. أول مشتريات عندنا البوكس اللي بيتعلق في الضرف